أستاذ جاسم مدرس اختصاص تدريس زمايل يحاول بكل ما أعطاه الله من قوة وطاقة إنه يحول هالمطايا إلى بشر، بس يعرف حبيب قلبي إنه هو قاعد يخسر صحته وشبابه بدون أي فايدة، فيقرر يقوم 3 طلاب حتى يختبر ذكائهم، فيقول لهم حسألكم سؤال 1 زائد 1 إيش قد؟ فيجاوبوا بكل ثقة ويقولوا له يساوي 1 طويل، فيتنحهم على السبورة ودكة بالعودة، ويبدون الطلاب يضحكون على هذول اللي انكتلوا، ويدق الجرس ويطلعون يركضون عبالك جهال، ونروح للحمامات، وركزوا على الحمامات لأن الحمامات هنا لها دور كلش كبير بهذا المسلسل، ونلقى العصابة مالت المدرسة اللي انكتلوا من الأستاذ جايبين الطلاب اللي ضحكوا عليهم ويضرطوهم كتل، ويجي بطل الفيلم اللي يكون أفرغ من محفظتي، المهم حبيب قلبي يجي ويطب للحمام بس يتذكر إنه هو هم ضحك عليهم، فيلزموه حبيب قلبي ويصمتوه بعجل يعقدشوا له وجهه عقج، فيوقع على القاع حبيب قلبي ويقولوا يا روح من طلب العلا سهر الليالي والنوم المبكر يزيد من نشاط جسمك، هسه الواحد ايش يختار من خرب هالعيشة. المهم هذا بطل الفيلم واسمه تاي، وركزوا لي على الاسم لأن مهم مثل الحمامات، نروح البيت تاي وهو نايم يدخل ابوه عليهم ويقول الام تاي قومي بنت النعال لمي غراضك بسرعه لازم نطفر من المنطقه، فتقول له ليش يا ابو تاي شكو، فيقول لهم والله مدنا على ابوك لابو حتى تاي الديانه راح يشلخوني جلخ قومي بسرعه، وفعلا يطلعون ويركبون بالسياره ويطفرون من المنطقه، ونشوف تاي حبيب قلبي ضايج مو لان شالوا من البيت او متعود على المنطقه لا سامح الله، بس يقول لاهله يعني هم حروح مدرسه جديده وابدي انكتل من جديد، مو كنت قاعد بهاي المدرسه تعلمت على الكتل مالتهم ليش هيك من الله لا يوفقكم، فابو يقول له اذا ما تنكتل ما تصير رجال، فيقوم يبكي تاي حبيب قلبي ويقول ربي لو خالقني كلب ولا هالعيشه هاي. المهم يروحون على بيت عم تاي اللي يكونون عايشين بالارياف، ونشوف عمه واقف دا يستقبلهم وجايب موسيقى وما اعرف شنو فرحان بجيتهم، بس يعني لا تطولون رحمه على والديكم مو تعيشون ويانا. وهاي بنت عم تاي وهي وياه اصدقاء من ايام الطفوله. المهم حبيب قلبي امه تدزل للاسواق، فيروح على بنت عمه حتى ياخذ البايسكل مالتها، ويلقاها قاعد تغسل شعرها بالجدر بالمقلوبي، فيطب لها هيك بموضوع، فيقول لها ها هاي بعدش نفس سوالفك ولا تغير، اقول لك اريد البايسكل اقدر اخذه، فتقول له اخذه بس تراجع بسرعه ودير بالك تتاخر، وفعلا ياخذه ويروح للسوق ويشتري اللي امه وصته عليه، وبعدين حبيب قلبي يشوف اكو نيتورك فيطب يلعب ويتعارك ويا جهال المنطقه ويقتلوه، وهو راجع بالطريق وفرحان كلش لان صار له يومين غايب من المدرسه وما حد كاتله ما عدا ذول الجهال اللي قبل شويه قتلوه، وفجاه يتفاجئ بواحد واقف بنص الشارع ويدعمه، وهذا الشخص قبل لا يندعم كان لازم شله شباب ومضرطهم كتل، ويكون لقبه النمر الابيض، وهذا النمر الابيض هم شايلين لهاي المنطقه جديد يعني ما صار لهم هواي، بس يقول لك من دخل للمنطقه لحد ما تاي دعمه ما خلى واحد ما قتله، فينتشر اسمه بسرعه بين القريه النمر الابيض صقار الفيطيه ما اعرف شنو من هالسوالف. المهم حبيب قلبي بسبب هاي الدعمه انضرب براسه ودخل بغيبوبه، والصدفه انه اسم هذا الشخص مطابق الاسم تاي يعني نفس الاسم اثنيناتهم. المهم ينقلون تاي الاسطوره المستشفى ثانيه لان حالته صارت كلش صعبه زربت فرد نوب، ونشوف بنت عم تاي صاعده بالباص وتسمع شله مال الشباب كوريين يقولون اكو واحد اسمه تاي جاي جديد للمنطقه محترف مال تايكوندو